في الصيام. أحسن الله إليك. ورد كثير من الأسئلة يا شيخ سعد عن حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية. الأصل في الأعياد أن نكتفي بما ورد في الشرع الحنيف، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يحتفلون بيومين لهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بيومين خير منهما الأضحى والفطر. فهذه هي القاعدة الشرعية في استعمال هذه المناسبات السنوية التي تعود كل سنة، أنه يمنع منها إلا ما قام الدليل، وأنه يمنع منها ويكتفى باليومين الفاضلين، يوم الأضحى ويوم الفطر. أحسن الله إليك.